حبيت اعمل معاكم مربى التين باسهل طريقه وطريقه حفظها، وهتعمليها احسن من الجاهز. ولو جربت مربى التين في البيت مش هتفكري تشتريها من بره تاني. هنقول كل التفاصيل عن مربى التين وعن طريقه حفظها. ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا وفعلوا زر الجرس. وقبل اي حاجه نسمي بالله ونصلي على الحبيب المصطفى. ويلا نبدا نشوف اعمل. واول حاجه عشان اعمل مربى التين معايا هنا 4 كيلو من التين. بس اهم حاجه لو انت هتجيبي التين وهتركنيه شويه لحد ما تعملي المربى ما تغسلهوش. وهنا معايا التين بالشكل ده. بسم الله. اهم حاجه ان انت تجيبيه تين مقفول بالشكل ده، وتخلي بالك وانت بتغسليه لو في تين حمضان او حاجه تشيلها، لان لو فيها تينيه واحده حمضانه هتبوظ معاكي كل المربى. كده قطعنا التينيه على 2 بالشكل ده، نرجع نقطعها على 2 كده. يعني التينيه معايا على 4 او على 8، قطعتها كده هرجع اقطعها كمان 2. يعني كده التينيه على 8 قطع، او ممكن تصغري عن كده او تسيبيها على 4 اللي انت حباه، بس انا بحب اعملها على 8 كده. كده بتبقى معاكي قطع مش كبيره قوي في المربى ولا صغيره قوي. وانا مش هقطع كل المقدار اللي معايا، انا زي ما قلت معايا 4 كيلو، مش هقطع كل المقدار، هقطع بس نص وهنعرف هنعمل ايه بقيه التين. هحطها في الحله اللي هسوي فيها، هركنها على جنب. وهنا معايا بقيه التين هشيله، اقطع الواحده نصين كده واحطها في الكبه. ممكن تعمليه كله في الكبه او ممكن تقطعيه كله اللي انت حابه. انا بحب اعمل نصه متقطع ونصه في الكبه. دلوقتي معايا بقيه التين بعد ما فرمته في الكبه بالشكل ده، او ممكن في الخلاط، ممكن في الخلاط او بالهاند بلندر، بس ممنوع ان انت تحط عليه اي ميه. يعني هنا الحله اللي حطينا فيها التين كانت ناشفه خالص، والتين بعد ما غسلته وسبته في مصفى يصفي حوالي ربع ساعه، والكبه اللي فرمت فيها كانت ناشفه تمام. معانا السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. كيلو التين بياخد نص كيلو سكر، ممكن تزودي عن كده لو انت حابه يبقى مسكر زياده، وممكن تقللي عن كده لو انت حابه سكره اقل. يعني هو ده كده بيبقى السكر المظبوط. كده بعد ما ضفنا ال2 كيلو سكر ممكن تسيبيه 3 4 ساعات بس في التلاجة لحد ما التين ينزل ميته، او ممكن تحطي ليله كامله. انا هسيبه ليله كامله وتاني يوم هنعمله مع بعض ان شاء الله. وهنا دلوقتي معانا مربى التين بعد ما سيبناها ليله كامله في التلاجة، وقلنا ممكن تسيبها 3 4 ساعات. اول ما بحطها على النار، اول ما بحطها على النار بتبقى النار عاليه. اول ما بتبدا تغلي زي دلوقتي بهدي النار وخليها وسط. يريم بيظهر على الوش كده بشيله بالشكل ده. اهم حاجه ان انت تشيلي الريم، والمعلقه اللي انت بتشيلي بيها الريم لازم أن تكون ناشفه. زي ما احنا شايفين هنشيل الريم. دلوقتي انا معايا اضافه بحب اضيفها، لو انت مش حابه تضيفيها استغنى عنها. حوالي 7 قرون من القرنفل، ممكن تحطي في شاش عشان ما تيجي تشيليه، انما انا حاطاه وعارفه عدده وهاجي اشيله ابقى عارفه عدده وهشيله. المربات ما ينفعش تخلي النار عاليه عليها، يعني احنا في الوقت ده قلنا مخلينها وسط، وما ينفعش تسيبيها وتمشي، لازم تبقى حواليها كل شويه تحشي الريم وتخلي بالك من المربى. نرجع نشوفها مع بعض ان شاء الله. في الوقت ده المربى معانا على النار بقى لها حوالي نص ساعه، كان كل ما يظهر الريم نشيل. في الوقت ده معايا نص معلقه صغيره من ملح الليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو مش موجود ملح ليمون هتضيفي عصير ليمونتين كبار، ونسيبها لحد ما تكمل سوا ونرجع نشوفها مع بعض. وهنا كده معانا المربى بعد ما خلاص بقت جاهزه. دلوقتي بعد ما سبتها حوالي نص ساعه بعد ما ضفت لها ملح الليمون، نعرف ازاي ان هي بقت جاهزه معانا. شايفين ما شاء الله القوام وما عادش فيها سوائل. شيل منها حبه كده ملفوم خط بالشكل ده، شايفين كده تعرف ان هي كده استوت. المربى ما رجعتش لبعضها ولا نزلت ميه. في الوقت ده خلاص المربى بقت جاهزه معانا. بس انا النص ساعه اللي سايباها فيها بعد ما ضفت لها ملح الليمون سايباها فيها على نار هاديه خالص، زي نار ترديد الرز اللي هي اهدى حاجه. هضيف لها في الوقت ده كيسين من الفانيليا. انا ضفت الفانيليا وطفيت على طول، وهسيبها تهدى بس شويه، مش هتبرد خالص، هسيبها بس تهدى شويه واعبيها في البرطمانات انا غسلاها ومعقمه بعقمها زي انا بغسلها واحطها في الفرن. اولع الفرن يسخن 10 دقايق واحط في البرطمانات 5 دقايق والفرن شغال، واطفي واسيب البرطمانات في قلبها في البرطمانات. بسم الله. شايفين ما شاء الله القوام. وانت لو حباها تبقى بيور اكتر ممكن تضربيها من الاول كلها في الكبه، او ممكن تحطها قطع وبعد ما تستوي تضربيها بالهاند بلندر. بعد ما تخلص خالص وانت رايحه تضيفي الفانيليا كده تقومي ضربها، احلى واطعم من الجاهزه بكتير. انت لو عامله كميه وعاوزه تخزنيها هتعبي مثلا برطمان وتحطي في باب التلاجة لاستعمالك، وبقيه الكميه هتعبيها في اكياس تلاجة وتحطها في الفريزر او في علب بلاستيك، وما تخلصي اللي في البرطمان تطلعي اللي في كيس تفضيه في قلب البرطمان. واهم حاجه وانت بتاخدي المربى ما تاخديهاش بمعلقه مبلول. يعني انت ممكن تجيبي تقطيع
فراوله وتعمليها بالشكل ده وتعينها في الفريزر في اكياس زي ما قلت. لو عجبتكم وصفتنا النهارده اعملوا لنا متابعه وشير عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.